السلام عليكم. تعالوا معانا نخزن البطاطس من السنة للسنة، تخزينات رمضان. يلا كل سنة وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. شايفين البطاطس دي مفرزاها قبل ما اعبيها الاكياس، مفرزاها. تعالوا كده نخش نشوف الفيديو عملناها ازاي. يلا بينا على الفيديو ونشوف الطريقة. يلا سهلة وبسيطة، مفيش احلى من الطريقة دي. انا جربت كذا طريقة. طبعا هنقشر البطاطس. قشر البطاطس. بعد ما نقشر البطاطس تعالوا نخش نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. انا حاطه صينيه فيها ميه، لازم صينيه يكون فيها ميه عشان البطاطس معاكي ما تغمقش ولونها يبقى وحش. بعد ما نقطعها كده هنقطعها طبعا حلقات تخينه متماسكه شويه، وبعد كده نقطعها صوابع. تمام. هنقطعها. شايفين انا بقول لكم ماسكه نفسها وتخينه ازاي، علشان يبقى الصباع متحمل كده علشان ما يتكسرش منك. بس بتبقى طعمها جميل التخزين. والطريقه اللي انا بعملها دي، انا خزنتش قبل كده طريقه بصراحه ما كانتش حلوه. طريقه كده تانية مش ضروري اقولها بقى، بس الطريقه ديت بصراحه جميله جدا جدا، وتقعد معاكي من السنه للسنه في الفريزر وتطلعيها كانك لسه عاملاها، وبتبقى مقرمشه وجميله جدا. انا قطعت الكميه كلها وحطيتها. طبعا لازم يكون حطها في ميه، ما تسيبهاش من غير ميه. تمام. هنحط لها مع الكميه ديت، ممكن على حسب الكميه بقى حطي نص كوبايه خل كده، معلقه ملح كبيره، ما تكتريش الملح فيها. يعني ما تكتريش الملح، كل ما بتقعد في الطبق كده يعني حطي حبه ملح بسيطه ومع نص كوبايه خل فيها، وسيبيها ما فيش 10 دقايق ونبدا نقلي. انا كده بقلبها بس تقليب بسيط علشان ما تتكسرش مننا. تعالوا نخش كده على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه فيها. وبعد ما نقليها نقليها ازاي. انا بحط كميه زيت حلوه كبيره كده على البوتاجاز في طاسه حلوه كبيره، مش طاسه، صينيه كبيره عشان تاخد كميه بطاطس كتير يعني، واخلص بسرعه. هنا اخلي الزيت يسخن. بعد ما يسخن تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنا قربت البطاطس جنبي هنا، والزيت بدأ يسخن، وادي البطاطس اهي. اعملي الكميه اللي انت عايزاها بقى، 10 كيلو 5 كيلو على حسب، ممكن تعملي 2 كيلو على حسب مقدرتك وحسب الكميه اللي انت تعمليها. هنا هنصفي الميه ونحط طبعا في الزيت. كلنا عارفين ان احنا بنقلي، بس احنا بنقلي ايه؟ احنا بنقليها بس تتشمع بالزيت، بتشمع بس البطاطس يعني 5 دقايق بس. 5 دقايق في الزيت، تاخد غلوتين 3 ومفيش، وخلاص بنروح شايلينها. تمام. هنا حطيناها اهي في الزيت، لازم كلها مغموره في الزيت. احنا دلوقتي هنزود برضو الزيت فيها، مش هسيبها كده، هنسيبها كده تاخد غلوتين 3 5 دقايق بس. شايفين ما شاء الله اهو. جبت حاجة تاني جنبي هنا، صينية تاني صغيرة، غير ما انا فرشة صينية تاني على الرخامة ورايا، هوريها لكم دلوقتي. فرشة فيها مناديل مطبخ، لازم تتفرش على مناديل مطبخ. وشايفة بطلعها شكلها ازاي. 5 دقايق في الزيت او اقل من 5 دقايق على حسب النار اللي عندك. تمام. بتاخد غلوتين بس، البطاطس تتغلب بالزيت بس، يعني قولي ايه، اقل من نص التسويه. بيقول لك دي بطاطس نص سوا، لا بتبقى اقل من نص سوا، لان بتستوي شويه في الفريزر. هنا اهي البطاطس اهي، فرشه المناديل على الصينيه، وهنروح بفردها خالص على الصينيه عشان تبرد. اهو لازم ننزلها كده بالراحه عشان ما تتكسرش مننا. نفرشها على المناديل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو هكمل الكميه كده كلها. هنعمل مرة كمان معاكم، هعمل طاسة بطاطس تاني معاكم وتشوفوا. بحطها ما بتكملش حاجة واروح شايلاها من على النار على طول. لازم بس اهم حاجة تفرجيها كده على المناديل تتهوى خالص. وبعد ما تتهوى خليكي معايا هقولك هنعمل فيها ايه تاني. هنا رجعنا على الزيت تاني اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو نحط كمية بطاطس على الزيت، يكون طبعا سخن، وما نقلبهاش، ما تقلبهاش لما تيجي تحطيها كتير عشان ما تتكسرش منك. وبعد ما نطلعها شوفي احنا هنا عملنا ايه. احنا فرشه هنا الصينيه هنا فيها مناديل مطبخ، وفرش البطاطس عشان تبرد تماما. وبعد ما تبرد خالص عبيها في حاجه تاني صغيره شويه، واروح مدخلاها الفريزر. قبل ما اعبيها الاكياس احطها في الفريزر حوالي 2 3 ساعات، من الليل للصبح على حسب الوقت اللي عندك. هنا شايفين ما شاء الله بعد ما خرجتها من الفريزر اهي متماسكه وناشفه كده البطاطس معاكي.
ما تعبيهاش عادي، انا كنت بعبيها بعد ما تبرد، بس الطريقه دي افضل شويه. لو عندك مكان في الفريزر يكون افضل. مفيش، بعد ما تبرد خالص، بعد ما تبرد البطاطس خالص، بيتيها حتى كده على الصينيه، بعد ما تبرد خالص تروحي معبياها الكميات اللي انت عايزاها في الكيس. ممكن تعبي كيس كبير، احنا بيتباع في المحلات بره اكياس الكبيره وبتاخدي منها. ممكن تعبيها كيس كبير وتحطي في الفريزر وتاخدي منها بالطلب. ممكن تعبيها اكياس صغيره على حسب طلبك وتطلعي كيس، او واحد يعني تطلعي كيس بالطلب. وطبعا بيطلع في الطلب مسافة ما الزيت يكون سخن، بتحط البطاطس في الزيت السخن مسافة دقيقتين، بتلاقيها اتحمرت وبقت مقرمشة وجميلة جدا. اهي شايفين ما شاء الله البطاطس عاملة ازاي، جميلة جدا. هنعبي الكمية كلها كده معاكم ونرجع نوريها لكم تاني. هعبي تاني معاكم اهو. بجد الطريقة دي ممتازة ممتازة، مش عشان انا اللي عاملاها، لا، انا مجرباها اكتر من 5-6 سنين بعمل فيها الطريقة ديت. انا عملت طريقة تانية اللي هي بالمية تغليه وتطلعي، لا، ما كانت البطاطس بتبقى مفرغة من جوه، البطاطس بتبقى محمرة، بس البطاطس بص متلجة عاملة ازاي التلج اهو، عشان اعرفكم ان هي كانت متلجة. يعني لازم تبقى متلجة كده وانت بتعبيها تبقى افضل يعني. هنعبي الكمية كلها كده. البطاطس اللي هي بتتعمل بتتخزن بالمية بتبقى محمرة من بره، في ايوه بتبقى محمرة، بس من جواها بتبقى مفرغة، بتبقاش في بطاطس خالص من جوه، بتبقى فاضية. اما الطريقة دي سهلة وبسيطة وجميلة وتحفة تحفة تحفة بجد، يعني تحفة، جربيها ومش هتندمي. كملنا البطاطس كلها هنا وقفلناها اهو على الفريزر، وحطيها واقول كل سنة وانتم طيبين. شايفين الطريقة دي طريقة سهلة وبسيطة وتديكي نتيجة افضل وافضل وافضل اهو. يا رب الفيديو يكون عجبكم والطريقة عجبتكم، ولو عجبكم ما تنسيش اللايك والكومنت والاشتراك منك، واقول لك سلام عليكم. انا بوريك البطاطس وهي في الكيس، من شلتها من على الفرنشة وبفردها لك على الرخامة، واقول لك سلام عليكم.